عشان نسوي سينابون يذوب لازم نبدأ من هنا، من أول خطوة ما أحد ينتبه لها. أول شيء عجينة السينابون لازم تكون طرية من الأساس، يعني مو بس طحين وموية وخلاص. بالعادة نستخدم تقريباً 3 أكواب دقيق، نصف كوب حليب دافي، بيضة واحدة، ربع كوب زبدة لينة، وملعقتين سكر، وملعقة خميرة. هذه الكمية تعطيك عجينة ناعمة وتلزق خفيف بالأصابع. بعد ما تتخمر وتنتفخ هنا يجي السر الثاني، لا تفردينها رقيق بزيادة، لازم تبقى شوي سميكة عشان تحتفظ بالرطوبة بعد الخبز. وقبل ما تدحرجين وتحطين الحشوة أهم شيء تحطين زبدة كفاية، على الأقل 3 ملاعق، لأنه الزبدة هي اللي تمسك الطراوة داخل العجينة. طيب ليش السنبون ينشف ثاني يوم؟ لأنه أغلب الناس يا يخبزونه زيادة يا يتركونه يبرد بدون غطاء، أو العجينة أصلاً كانت قاسية من البداية. السنبون من المخبوزات اللي لو ضاعت منها رطوبة خلاص يرجع حجر ثاني يوم. الحل؟ أول شيء لا تطولين بالخبز، مجرد ما يحمر فوقه شوي خلاص طلعيه. ثاني شيء غطيه وهو حار عشان يحبس البخار ويرجع يرطب نفسه. وثالث شيء لو تبينه يحافظ على قوامه يومين وثلاثة، أضيفي ملعقة قشطة أو لبنة صغيرة وقت العجن، تعطيها طراوة وتخليه يذوب حتى لو مر عليه وقت. وبهالطريقة مو بس تسوين سينابون طري، تسوين واحد يذوب من جد. إذا تبغوا خمير حضرمي راسلونا خاص.